اهلا بيك يا عزيزي، هات كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى نقعد على الترابيزه بتاعتنا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. هنتكلم عن شخصيات قدرت انها تنجح وتبقى اساطير في المجال بتاعها، شخصيات كانت مختلفه جدا عن بقيه الناس، شخصيات حبت انها تختلف، شخصيات ما حبتش انها تفشل، شخصيات كانت حاطه دايما حاجه معينه في دماغها، ازاي انجح، ازاي اعمل الحاجه اللي بحبها. فعشان كده يلا بينا نبدا نحكي. في حياتنا كل واحد فينا عنده جزء في دماغه بيشتغل بطريقه مختلفه، جزء يميزه عن اي حد تاني. في شوية ناس أخدوا الفرص بتاعتهم، وفي شوية ناس عرفوا القوة اللي جواه. النهاردة هنسافر جوا عقول 10 شخصيات مختلفة، كل واحد عنده ميزة، كل واحد عنده لحظة اكتشف فيها القوة اللي عنده، وهنتعلم ازاي دماغهم خلاهم أساطير في مجالهم، وازاي نقدر نفهم القوة اللي جوا دماغنا احنا كمان. طيب هنتكلم دلوقتي على أول شخصية معانا. أول شخصية معانا هو طفل صغير من مدينة صغيرة اسمها روزاريو في الأرجنتين. جسمه كان ضعيف، جسمه كان دايما قليل بالنسبة للولاد اللي حواليه في سنه. في المدرسة والملعب كان دايما بيقولوا له مش هتقدر تلعب كويس، جسمك ضعيف، مش هتوصل بعيد، فكر تختار حاجة تانية مختلفة. بس الطفل ده كان دايما جواه صوت بيكلمه، كان دايما بيقول له ليه دايما الكرة بتفلت من رجلي وبتتحرك لوحدها؟ ليه كل مرة بلعب بحس ان الكرة فاهمة كل خطوة بعملها قبل ما اعملها؟ الطفل ده كان عنده حاجتين مهمين جدا، حاجة اسمها موتور كورتكس وحاجة اسمها بروسيدجوال ميموري، والاتنين دول كانوا اقوى من بعض. دي حاجة بتخليه يحرك جسمه بدقة عالية جدا ويتوقع حركة الشخص اللي قدامه قبل ما حتى يتحرك، حتى لو جسمه اصغر من اللي حواليه. في البداية الطفل ده ما كانش فاهم هو ليه بيحس بكده، بس كل مرة يلعب دماغه بتتعلم بسرعة، كل حركة بتتحول لمهارة عنده. هنا بدأ الطفل يكتشف ان قوته مش في العضلات، قوته في السيطرة على الكرة، وانه يقدر يحلل الموقف اللي هو فيه بأسرع وقت وأحسن اختيار قبل حتى ما الشخص اللي قدامه يفكر هيعمل ايه معاه. والطفل ده يا عزيزي بقى ليونيل ميسي، اللي كسب كأس العالم 2022 وحاصل على 8 جوائز بالون دور. تعالى يا عزيزي نروح للطفل التاني اللي معانا في الحضانة بتاعتنا. الطفل ده اتولد في مدينة اسمها ماديرا في البرتغال. كان درجاته ضعيفة جدا في المدرسة، كان الناس بتقوله انت مش ذكي، مش هتعمل حاجة في حياتك. بس الطفل ده برضه كان فيه حاجة جواه بتكلمه، بتقوله ليه ما اتمرن؟ ليه اقدر اتمرن ساعات وانا تعبان؟ ليه جسمي يقدر يحقق اللي دماغي بيخطط له؟ الطفل ده عزيزي برضو كان عنده حاجة مميزة جدا اسمها بريفرونتال كورتكس، ودي عنده كانت قوية جدا، وده مركز الانضباط واتخاذ القرار والتحمل يا عزيزي. ده اللي خلاه يواصل التدريب يوم بعد يوم رغم كل الفشل اللي قابله في حياته وهو صغير، ومع الوقت ده اتحول لجزء من قوته الأساسية. والطفل ده هو كريستيانو رونالدو. تعالى يا عزيزي نتنقل للطفل الثالث معانا في الحضانة، بس الطفل ده مختلف. الطفل ده فنان، رسام، مبتكر، مبدع. الطفل ده كان دايما بيقولوا عليه مش مبدع كفايه، حاول يرسم بس مش شاطر، كان دايما بيقولوا عليه كلام من ده كتير. ابوه والمدرسين حاولوا يوقفوه، لكن جواه كان عالم كامل من الخيال ما كانش في حد يقدر يوقفه. كان الطفل ده ليه مقوله مشهوره، كان كل مره يقول كل مره ارسم او احكي قصه بحس ان العالم كله بيتشكل حواليا وانا اللي بواجهه. والطفل ده عزيزي لو مش واخد بالك هو والت ديزني، هو اساس الطفوله بتاعتنا كلها. الطفل ده برضه كان عنده حاجه قويه جدا اسمها ديفنت مود نتورك، عنده شغاله فوق العاده. الشبكه دي بتخليك تتخيل تبني عالم وتحول نقطه لقصه وتحول مدينه كامله مليانه ابداع ورسم. التحدي معاه كان كبير، بس هو اكتشف قوته في التخيل وبدا يشتغل على الرسوم المتحركه، ومع الوقت اسس عالم والت ديزني اللي احنا عايشين بيه لغايه دلوقتي. طيب يا عزيزي الطفل الرابع اللي معانا هو الطفل اللي كان ماسك الدي جي بتاع الحضانه. طفل الموسيقى كانت هي اساسه، كان عنده ودن بتلقط الايقاع والنغمه والموسيقى. طفل صغير كان دايما عايش في تمرين عنيف، ابوه كان صارم جدا، كان عنده طفولة صعبة، لكن كل ده ما كانش أهم من حاجة واحدة، قدرته إن هو يميز ما بين كل نغمة وإيقاع. الطفل ده يا عزيزي كان عنده حاجة اسمها هايبر أكتيف أوديتوري كورتكس ورايسين بروسيسنج، ودي عنده كانت قوية جدا، وده خلاه يحس بالإيقاع بطريقة عالية جدا ويبدع فيه قبل أي حد تاني. الميزة دي خلت دماغه تختلف عن أي طفل تاني، من هنا بدأ مشواره الفني العالمي. الطفل ده يا عزيزي هو مايكل جاكسون. بص يا عزيزي الطفل اللي معانا دلوقتي مختلف شوية. الطفل ده عاش طفولة صعبة، عاش فقدان، تنمر، لكن كان عنده قدرة عالية جدا ان هو يفهم الناس من حواليه. هل الطفل ده كان مميز؟ كان مميز برضه بطريقة مختلفة. كان عنده حاجة اسمها ميرور نيورونز، ودي عنده كانت قوية جدا، وده كان مخلي عنده احساس عالي جدا، والاحساس ده فاده بعد كده ان هو اكتشف القوة اللي عنده في فهم مشاعر الناس وان هو ازاي يحولها على شاشة التلفزيون، ومن هنا قدر يدخل في عالم التمثيل. والطفل ده هو الممثل كيانو ريفز. الطفل اللي معانا دلوقتي يا عزيزي طفل من نوع تاني خالص، كان البلطجي بتاع الحضانة اللي احنا بنحكي فيها دلوقتي. اكشن تلاقي، ذكاء تلاقي، حركة تلاقي. الطفل ده
المدرسين كانوا بيقولوا له مش هينفع، ركز في كتب، شوف لك مجال تاني، لكن دماغه كانت تتعلم كل حركة قبل ما جسمه ينفذها. والطفل ده كان عارف الطريق اللي هو هينجح فيه بالظبط، كان عارف هو ايه اللي جواه قوي. هل الطفل ده كان في حاجة مميزة برضه؟ كان في حاجة مميزة يا عزيزي تفرقه عن غيره. كاينستيك انتليجنس وسباشيال اويرنس وكنترول اوفر موشن، ده اللي خلاه يتحكم في كل حركة ويبدع في الاكشن. والطفل ده عزيزي اسمه جاكي شان لو انت مش عارفه. الطفل اللي معانا دلوقتي يا عزيزي ده بقى ده العقل المدبر، طفل مختلف خالص، طفل كان شايف الدنيا بطريقة مختلفة عكسنا كلنا، طفل كان بيعشق البرمجة والمنطق وحل المشاكل. الطفل ده كان انطوائي، الكمبيوتر كان العالم بتاعه كله. في جملة مشهورة ليه كان بيقول ان الكمبيوتر مش مجرد آلة بالنسبة له، ده عالم كامل قادر ان هو يفهمه ويعيش فيه. طيب هل الطفل ده كان في حاجة مميزة برضو؟ يا عزيزي كان في حاجة مميزة، حاجة كان اسمها فرونتو بارتشال نتورك، حل مشاكل قوي جدا واتخاذ قرارات منطقية، ودي كانت نقطة القوة بتاعته. الميزة دي خلت دماغه تتجاوز أي ضعف اجتماعي عنده وخلته هو للشخص اللي احنا عارفينه دلوقتي، بيل جيتس. طيب يا عزيزي الطفل اللي بعديه بقى مصمم مبدع، الحدس البصري بتاعه كان عنده عالي، كان قادر يشوف الحاجة البسيطة حاجة شكلها جميل جدا، حاجة لو اهتمينا بيها شوية ممكن نقدر نوصلها لناس كتير. الطفل ده مش عبقري في البرمجة، لكنه شايف الجمال قبل أي حد، شايف ان المنتج لازم يتنفذ، لازم المستخدم يحس بيه قبل ما يستخدمه. الطفل ده كان عنده حاجة مميزة اسمها رايت هيمسفير دوميننس، القدرة على رؤية التفاصيل والإبداع والتجربة البصرية. كان طفل مميز في نظرته للحاجة، والطفل ده كان اسمه ستيف جوبز. طب يا عزيزي الطفل اللي معانا دلوقتي هو طفل مصري. الطفل ده كان طفل هادي جدا، عنده فضول مستمر، كان دايما بيسأل سؤال ويقول ليه. الطفل ده لما كبر كان عنده مقولة مشهورة جدا، كل تجربة بالنسبة له صورة ولحظة وتفسير وحل. طفل ما كانش بيوقف تفكير. الطفل ده كان عنده ميزة رهيبة جدا كان اسمها هاي ليفل ابستراكت ثينكينج، رؤية الزمن على شكل صور، الربط بمفاهيم علمية مختلفة. والطفل العبقري يا عزيزي هو الدكتور والبروفيسور والعالم المصري دكتور أحمد زويل، اللي حاصل على جائزة نوبل لما قدر يقيس حركة الجزيئات في الفيمتو ثانية. طيب يا عزيزي دلوقتي اتكلمنا على 10 شخصيات، 10 عقول مختلفة في مجالات مختلفة، كل واحد عنده جزء قوة، بعضهم اكتشفوا بدري وبعضهم اكتشفوا بعد جهد وفي وقت متأخر جدا. رسالة ليك يا عزيزي، جوه دماغك جزء قوة اكتشفه، اشتغل عليه، العالم كله هيتغير، انت لازم تتغير معاه وتتقدم. ودلوقتي بعد ما عشنا التجربة مع 10 عقول اكتشفنا المميزات ونقط الفشل اللي عدت عليهم، نقط القوة بتاعتهم، دلوقتي جه دورك عشان تكتشف الجزء بتاعك انت، الميزة والشرارة الخاصة بيك انت. ويا عزيزي الاهل بيحاولوا بيحمسوا من غير ما يسمعوا، وفي اللي بيحب ابنهم بس مش شايف هو ميال لايه، في شباب تايهه من جواها حاسه انه مفيش حاجه لايقه عليهم، في اطفال تبقى في المدارس مش شايفه غير اللي بيعرفوه بس مش بيدوروا او يلاقوا حد يساعدهم يكتشفوا الحاجه المميزين فيها. بس اسمع الجمله دي يا عزيزي، اللي يعيش حياته من غير ما يعرف مركز قوته بيعيش حياه مش حياته، واللي يعرف ويمسك الحاجه اللي دماغه بتضرب فيها شراره اللي بيبدا يعيش بجد. اسمع لنفسك، افهم لنفسك، ولو انت واقف جنب حد اصغر منك ساعده يفهم نفسه، مش لازم يبقى متفوق في كل حاجه، هي حاجه واحده يا عزيزي بس يكون فيها اصلي. الدماغ مش معموله عشان تعمل كل حاجه، الدماغ معموله عشان تلمع في نقطه معينه اكتر من اي حد. والعلم بيقول ان كل واحد فينا عنده شبكه عصبيه مش شبه اي حد، بصمه تفكير مختلفه وطريقه لفهم العالم طريقه فريده جدا. لو ما عرفتش انت مختلف في ايه هتعيش نفس يومك كل يوم، ولو عرفتها هتسيب حاجه وراك حتى لو بسيطه، حاجه ما حدش يقدر يقلدها. فبدل ما تسال نفسك انا ناقص ايه، اسال انا عندي ايه اللي دماغي بتلمع فيه، فين النقطة لو فضلت اشتغل عليها هتبقى قوتي اللي محدش يوقفها. لأن اللي يعرف نقطة وجوده مش بس يعيش أحسن، ده يسيب أثر، واللي يعيش من غير ما يدور عليها عاش عمر كامل من غير ما يعيش. استنى الفيديو اللي جاي، لأن اللي جاي يمكن يكون الشرارة اللي هتغير دماغك كلها. اشوفك الفيديو الجاي يا عزيزي.